الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرينا مرورا سريعا على المؤلفات، نأخذها بصورة إجمالية في التدوين في مبهمات القرآن. الآن كل علم من علوم القرآن، وعرفنا علوم القرآن من قبل، هي المباحث الكلية المتعلقة بالقرآن. فكل مبحث تقريبا يوجد مؤلفات خاصة فيه، من ذلك التدوين في مبهمات القرآن، وهو من ذكر في القرآن من وصف أو من نبي أو من ولي أو من غيرهما ولا ندري من هو، ما الذي نزلت فيه هذه الآية، هذا يسمى من مبهمات القرآن. عندنا كتاب للسهيلي بعنوان مبهمات القرآن، وكتاب للسيوطي كتاب مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. كذلك أمثال القرآن، عندنا كتاب الماوردي بعنوان أمثال القرآن، وكتاب لابن القيم الأمثال في القرآن. عندنا مبحث التدوين في تشبيهات القرآن لابن القيم بعنوان تشبيهات القرآن وأمثاله، أو تشبيهات القرآن وأمثاله حسب العطف. طيب، كذلك التدوين في متشابه القرآن، الكلام الذي غير واضح عند كثير من الناس، مثل كتاب الكرماني البرهان في متشابه القرآن. وكذلك عندنا كتب مفردة في فضائل القرآن لأبو عبيد القاسم بن سلام فضائل القرآن، وابن كثير له فضائل القرآن، وابن حجر له فضائل القرآن. كذلك هناك مؤلفات مفردة في مجاز القرآن، كمجاز القرآن للعز بن عبد السلام. وأيضا عندنا كتب في أقسام القرآن، كالتبيان في أقسام القرآن لابن القيم. وأيضا في تجويد القرآن هناك كتب، مثل التمهيد في علم التجويد لابن الجزري. وعندنا في رسم المصحف كتب خاصة، مثل كتاب أبي عمرو الداني المقنع في معرفة رسم المصاحف، والشاطبي كذلك، والخراز. المهم هناك كتب. كذلك التدوين في عد آية القرآن، كم آية القرآن؟ في القرآن كم آية؟ هذه فيها مؤلفات. الحسن البصري له كتاب العدد، أبو عمرو الداني له كتاب البيان في عد آية القرآن. أنت ما تقرأ هذا تعرف كيف العلماء اهتموا بالقرآن وكيف تعبوا، ما في شيء بالقرآن ما درسوه. كذلك عندنا كتب تقرؤونها كثيرة في كل مبحث. أيضا من مباحث القرآن علم المناسبة. كيف المناسبة؟ ما المناسبة أن تكون هذه الآية بعد هذه الآية؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أكمله مالك يوم الدين، لماذا رتبت بهذا الترتيب؟ هل يوجد حكمة لو نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو لو قال الله عز وجل مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ نعم، هذا علم المناسبة. ما مناسبة هذه الآية بعد هذه الآية، ولماذا هذه الآية قبل هذه الآية؟ كذلك إذا قلنا أن السور توقيفية، الترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الله عز وجل، الفاتحة بعدها البقرة بعدها العمران، الإخلاص بعدها الفلق بعدها الناس. طيب، ما الحكمة؟ ما المناسبة هذه السورة بعد هذه السورة؟ هذا المناسبات نوع ثاني، وهو المناسبات بين السور. عندنا في علم المناسبات لأحمد بن إبراهيم الغرناطي البرهان في تناسب سور القرآن. السور، لماذا يا بندر هذه السورة بعد هذه السورة؟ يذكر لك الحكمة، ما المعنى، تتفهم. طيب، كذلك عندنا كتاب للبقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. قال هذه درر، لماذا هذه الآية بعد هذه؟ أنا أعطيك الحكم، وغالبها إن لم يكن كلها مسائل اجتهادية مبنية على تأمل وتفكر، وقد يختلف أهل العلم فيها، فلان يقول كذا فلان يقول كذا، ولا يجزم في كثير منها. طيب، حتى السيوطي عنده كتاب مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، وله أيضا كتاب آخر تناسق الدرر في تناسب السور. وهذا علم اجتهادي، علم جميل،
ولا ينبغي الجزم أن هذا هو مراد الله، هذه الآية بعد هذا لأن كذا، أنت ما تدري الله عز وجل، فتأدب مع الله تقول والله أعلم الحكمة كذا وكذا، الحكمة من هذه الآية بعد هذه الآية وهذه السورة بعد هذه السورة كذا وكذا والله أعلم بمراده. الشيء الثاني يعني من التنبيه في هذا الموضوع المناسبة، لأن الآن انتشر علم المناسبات، لماذا هذه السورة وهذه السورة كذا، ولماذا هذه الآية بعد هذه الآية. لا يجزم بتخطئة الغير من العلماء، فلان قال كذا وهذا خطأ. كيف خطأ؟ هي مسألة اجتهادية، إذا قالها عالم من العلماء ينبغي أن يتأدب معه ولا يعني يتسرع في التخطئة. طيب، كذلك من المباحث التدوين في بديع القرآن كابن أبي الأصبع العدواني وكتابه بديع القرآن. أيضا التدوين في التضمين والاقتباس من القرآن كتضمين الآي لأبي العلاء المعري وغيرها. أيضا التدوين في المصاحف وجمع القرآن، كيف جمع القرآن وكيف كتبت المصاحف وتاريخ المصاحف. عندنا كتاب لخلف ابن هشام البزار اختلاف المصاحف، وعندنا كتاب لابن أبي داود المصاحف وغيره. طيب، أيضا في علم الضبط نقط المصحف وشكل المصحف الحركات، هذه عندنا كتاب للخليل بن أحمد الفراهيدي النقط ورسمه، لأبي بكر المجاهد النقط، لأبي عمرو الداني المحكم في نقط المصاحف، وكتب كثيرة. طيب، هذه الآن كل مبحث فيها كتاب مفرد. الآن بعد ذلك أتت مرحلة التدوين العام في علوم القرآن، يأتي كتاب في علوم القرآن ويأتي بالخلاصة لكل علم من هذه العلوم ويضعها في الكتاب، مثل كتابنا هذا اللي ندرسه، مثل كتابنا هذا. متى بدأ؟ قال بدأ في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، نهاية 290 280 وبداية 300 وشوي. طيب، ما سمات والمنهج في هذا يعني الزمن في التدوين العام في علوم القرآن؟ قال الأول التصنيف الجامع لجميع أو غالب أنواع علوم القرآن، ليس كل علم كل مبحث كتاب مفرد، لا، يحاول أن يجمع لك أغلب المباحث التي وقف عليها. الثاني الإيجاز وعدم التفصيل في أغلب أنواع علوم القرآن، يعطيك خير الكلام ما قل ودل، وإن كان يعني في العلم لا أبدا، ليس خير الكلام ما قل ودل، إذا كان في زيادة ومبني على علم صحيح وقرآن وسنة كلما زدت أفضل. لهذا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة، ليس من المال ولا الجاه ولا الأولاد ولا المناصب، قال وقل ربي زدني علما. طيب، قال الإيجاز فتذكر المبادئ الأساسية والقواعد والتعريفات وتبحث بحثا موجزا، مثل أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، فضل القرآن إلى آخره في كتاب واحد. طيب، ما هي أول المصنفات التي بدأت هكذا تجمع مباحث كلية في كتاب واحد؟ قال اختلف أهل العلم على أقوال ما هو أول كتاب. ذكر 3 أقوال. القول الأول أنه الكتاب الحاوي في علوم القرآن، صنفه محمد بن خلف المرزبان المتوفى سنة 9 و300. قالوا يعني في الكتاب، وهذا أرجح الأقوال. دائما أنت إذا رأيت الترجيح احفظ هذا القول، هو المعتمد. إذا سئلت في الاختبار ما هو الراجح، بناء على قول الدكاترة والمشايخ اللي كتبوا هذا الكتاب نتقيد بما قالوا. والترجيح مسألة نسبية، يعني أنا أقول الراجح كذا وكذا، يعني الراجح عند من؟ عندي أنا. أنت ربما تقرأ المسألة وتدرسها ويكون راجح عندك مختلف، لأن الراجح هي مسألة نسبية. الراجح ما رجح لي أنا، ما اقتنعت به أنا، وأنت عندك عقل وفهم آخر، إذا كنت متخصص أو أهل للتخصص أنت يكون لك راجح آخر، أو تقف على علم لم أقف عليه أنا. فهي مسألة خلافية، لكن نحن نتقيد بما ذكر في الكتاب. وكلما الذي رجح القول يكون عالما مبرزا متخصصا، يكون لترجيحه قيمة. طيب، القول الثاني أنه كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. طيب، أنا أسألكم كيف فضائل القرآن في مبحث واحد؟ والآن المسألة أول مصنفات في علوم القرآن، كيف يذكر هذا القول؟
هو هذا فقط لمبحث واحد، فضائل القرآن. ونحن المسألة ما هو أول كتاب في جمع عدة مباحث وعدة علوم في كتاب واحد، فكيف يذكر هذا الكتاب؟ كيف يكون قول ثاني؟ لأن سماه أبو عبيد فضائل القرآن، لكن انظر التنبيه، قال وكتابه فضائل القرآن، وإن كان اسمه يدل على خصوصية التدوين دون عمومه، إلا أن مادة الكتاب متنوعة. سماه فضائل القرآن، لكن هو لم يلتزم أنه فقط في فضائل القرآن، بل تتضمن 15 علما في علوم القرآن موزعة على 62 بابا. عرفت؟ اسمه فضائل القرآن، لكن هو تكلم عن فضائل القرآن وغير فضائل القرآن من الأنواع. القول الثالث كتاب البرهان في علوم القرآن لمؤلفه علي بن إبراهيم الحوفي، المتوفى سنة 430 من الهجرة في أوائل القرن الخامس. هذه 3 أقوال ذكرت، ورجح قول أنه الحاوي في علوم القرآن لمحمد بن خلف المرزبان. وبعض أهل العلم يذكر أن أول ما ألف هو كتاب فهم القرآن، لم يذكر هنا في الكتاب، فهم القرآن للحارث المحاسبي، متوفى سنة 43 و200. والله أعلم، يعني هذه مسألة لا ينبني عليها كثير عمل. طيب، ثم قال المسألة التي بعد ذلك صفحة 58: أشهر المصنفات الجامعة لعلوم القرآن عند المتقدمين والمتأخرين. ما هي أشهر الكتب في هذه المادة؟ قال هي كتب كثيرة في المقدمة، وهناك من يقلل المباحث، يقلل العلوم في الكتاب، وهناك من يكثرها. أقل ما كتب مبحثان في كتاب عن علوم القرآن، وأكثرها 154 علم في كتاب واحد، 154 نوع من علوم القرآن. قال مصنفات القرن الرابع إلى السادس الهجري، وذكر أمثلة كالحاوي لمحمد بن خلف الذي مر معنا، المختزن لأبي الحسن الأشعري، الأمد في علوم القرآن، الاستغناء في علوم القرآن، فنون الأفنان لابن الجوزي، والمجتبي في علوم القرآن، أو المجتبي هم ضبطوها هكذا والله أعلم. وأيضا قال يسمى المغني في علوم القرآن. طيب، المصنفات من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجري، قال الجامع الحريز الحاوي لعلوم كتاب الله العزيز للقزويني، وجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي، والمرشد الوجيز لأبي شام المقدسي، مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، رسالة قصيرة وتكلمت عن التفسير وأسباب النزول وما هي أسباب الاختلاف والأقوال في التفسير، هل هو خلاف تنوع ولا خلاف تضاد، كلام مهم ونفيس ذكره ابن تيمية في هذه الرسالة. أيضا من أجمع ما كتب البرهان في علوم القرآن، هذا ضع عليه خط، رقم 10 عندكم صفحة 59، البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي. وذكر 47 نوعا من علوم القرآن، جمع كل ما ذكر قبله باجتهاده ووضعه في هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس ومن أوسع الكتب في هذه المادة علوم القرآن. لو يقول لك ما أوسع كتاب ومن أفضل الكتب في علوم القرآن، تقول البرهان في علوم القرآن للزركشي. أيضا أتى بعده البلقيني وكتب مواقع العلوم والتيسير في قواعد علم التفسير لشيخ السيوطي محي الدين محمود بن سليمان. وكذلك أتى بعد البرهان بقرن تقريبا بعد الزركشي جلال الدين السيوطي، وكتب كتب في علوم القرآن، لكن من أهمها ومن أشهرها الإتقان في علوم القرآن. وهو في الحقيقة ذهب إلى كتاب البرهان وأخذه ونقحه ورتبه وعمل عليه يعني أمور فنية، وغير في الأساليب، وكتب ويعني أخذ يمكن 90% من كتاب البرهان وذكره في كتابه، واشتهر الإتقان أكثر من البرهان. والدكتور حازم حيدر وفقه الله عنده رسالة دكتوراه المقارنة بين البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، وبين أن كل
مادة السيوطي في الإتقان إلا قليلة مأخوذة من البرهان مع إضافات لكن يسيرة. وهو مثل ما قالوا هنا وفقهم الله، وهو من أوسع ما هذا الإتقان ضع عليه خط رقم 13 النجمة الأخرى قال وكتاب الإتقان هذا ضع عليه خط، هذا من كذلك من أهم الكتب في علوم القرآن. قال وهو من أوسع ما ألف في علوم القرآن، فلئن قيل المفسرون عيال على تفسير الطبري فإن علوم القرآن عيال على إتقان السيوطي. وفي الحقيقة حتى لا يهضم حق الزركشي، السيوطي أخذ مادة الكتاب من البرهان، فهذه هذه المقولة يقال يعني فإن علماء علوم القرآن عيال على الزركشي، يعني هضم حق الزركشي في هذا. ومن أراد أن يعرف يقرأ رسالة دكتوراه للدكتور حازم حيدر. طيب، فأريدكم أن تركزوا على هذين الكتابين، البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي. طيب، ثم ذكر المصنفات في القرن 11 إلى القرن 14: بدائع البرهان في علوم القرآن، الفوز الكبير للإزميري، الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي، تحفة الفقير، وعجيب البيان في علوم القرآن، منهج الفرقان، في يعني كتب كثيرة. من أهم الكتب المعاصرة شوف رقم 22 مناهل العرفان في علوم القرآن، هذا لمحمد بن عظيم الزرقاني من علماء الأزهر، وهو كتاب نفيس، وهو من أجود الكتب المصنفة في علوم القرآن عند المتأخرين. ولفضيلة الدكتور خالد بن عثمان السبت رسالة ماجستير في سماها يعني هي دراسة وتقويم لمناهل العرفان. أخذ مثلا كلامه في أسباب النزول، درسه تعريفه هل هو منضبط أم لا، الأمثلة التي ذكرها، المعلومات التي حققها، الأحاديث صحيحة أم غير صحيحة، درس دراسة وتقويم لهذا الكتاب من أهميته. وأيضا هذه الدراسة الذي قدمها الدكتور خالد بن عثمان السبت كذلك نفيسة، من أراد أن يقرأ منكم هذه الذي عمله فهو طيب. طيب، ثم ننتقل إلى صفحة 61. قال مصنفات المعاصرين من القرن أواخر القرن 14 والقرن 15. قال من علوم القرآن لعبد الفتاح القاضي، المدخل لدراسة القرآن الكريم دكتور محمد أبو شهبة، التبيان في علوم القرآن للصابوني، هنا كاتبين محمد بن علي الصابون، أظن ربما هذا خطأ، المعروف الصابوني الله أعلم، تراجع. وعلوم القرآن لدكتور نور الدين عتر، وكتب كثيرة منها دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي، وهو الكتاب الذي كان مقررا عندنا في الكلية قبل هذا الكتاب، وهو كتاب جيد ومفيد. وكتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد طيار. ومن المعاصرين من أوصيكم يعني بقراءة كتبه في علوم القرآن وفي التفسير الدكتور خالد بن عثمان السبت الذي مر معنا، والدكتور مساعد الطيار كذلك. فهذان العالمان عندهم تحريرات وعندهم تحقيقات وعندهم نظر جيد في هذا العلم. يعني هذا ما يتعلق في المؤلفات. وخلاصة الكلام أريدكم أن تحفظوا من هذا الكلام الطويل أن من أقدم الكتب التي كتبت في علوم القرآن، هذه 3 أسطر الآن هي الخلاصة لمحاضرة اليوم ونصف المحاضرة الماضية. من أقدم الكتب في علوم القرآن وفي التفسير هو كتاب الطبري في التفسير، تفسير الطبري جامع البيان، هذا من أقدم وأشمل وأفضل كتب التفسير. والتفسير أهم علوم القرآن. ها لو أقول لك ما هو أهم وأقدم ما كتب في التفسير وعلوم القرآن، تقول كتاب ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير الطبري.
طيب. نعم. نعم. طيب، ما أهم كتابين في علوم القرآن التي دونت المباحث كلها؟ البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي. البرهان في علوم القرآن للزركشي والإتقان في علوم القرآن للسيوطي. هذه المعلومات الثلاثة احفظوها. دكتور، ما أهم الكتب الزركشي كم الكتب؟ البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي. أما القديم تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.